فاتت ازاي نجيب جدول الضرب عن طريق ايه؟ الدايرة اللي هي اتعرفنا عليها دي. ثانية واحدة. اللي هي دي، بكتب الرقم في النص وبجمع كل مرة ايه، وانا بضرب بجمع كل مرة ايه الرقم. وقلنا من الدايرة دي اقدر اجيب الضرب والقسمة. تمام. من الدايرة دي اقدر ايه احدد الضرب واحدد ايه القسمة بتاعت كل جدول. طيب، في طريقة اسهل من كده؟ في كذا طريقة ممكن نحفظ بيها جدول الضرب. تمام. بس الافضل ان احنا نبقى عارفينه بالطريقة دي بس. الطرق التانية لازم نبقى حافظين من 1 ل5. هو من 1 ل5 مش صعب ان احنا نجيبه. بس تعالوا نشوف كده. ثانية واحدة هفتح لكم ازاي بصوابعنا مثلا نقدر نحدد جدول الضرب. بس الارقام كبيرة. دي بس هفتح الكاميرا من جهاز تاني. Recording in progress. ازاي بالصوابع اقدر اجيب ايه؟ انتوا شايفين كده الكاميرا التانية ولا لا؟ لا يا مس. طب ثانية كده. كده بقت كويسة ليكم؟ كده شايفين الكاميرا ولا لا؟ اهو انا ايدي ظاهرة اهو ولا لا؟ تمام يا مس. تمام. طيب، جدول الاتنين. جدول الاتنين سهل قوي. مثلا لو هقول 2 في 2، انا الاتنين هي اللي ثابتة، فهقول 2 في 2 هطلع صباعين. اهو طلعت صباعين. هعمل ايه؟ هعد وش وظهر. 1 2 3 4. بقى 2 في 2 بكام؟ 4. ب4. طب 2 في 3 هعد برضو 6. وش وظهر. 1 2 3 4 5 6. يبقى 2 في 3 ب6. طيب جدول التلاتة. هو أنا عندي مش صباع الواحد فيه 3 عقل، صح؟ طيب أنا دلوقتي عايزة أقول 3 في 5. هطلع 5 صوابع اهم وهعد العقل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يبقى 3 في 5 بكام؟ 15. 15. طيب الجدول الأربعة يعني ممكن أجيب ضعف الاتنين. يعني مثلا لو أنا جبت مثلا 2 في 2 ب4، ف2 في 4 هجيب الضعف الإيه؟ هجمع 4 زائد 4. طب 8. الخمسة. بالظبط. طب الخمسة، جدول لو كل الخمسة هجيبه ازاي؟ بصوا، في طريقة سهلة قوي لجدول الخمسة ده. بجيب نص الرقم لو هو عدد زوجي. بالنسبة لكم انتوا دلوقتي، بالنسبة لمحمود ممكن يجيبها. يعني يا محمود لو قلت لك مثلا مثلا 5 في 7، قلت لك هات 5. نص ال7 واضربها في ايه؟ في 10. فانت هتقولي نص ال7 كام؟ 35. نص 7. ها؟ 3 ونص. نص 3 ونص. 7. لو ضربت 3 ونص في 10، 35. 35. بس يبقى جدول الخمسة، بس جدول الخمسة هجيب نص العدد واضربه في 10. طيب لو أنا مثلا عندي رقم 13، 5 في 13 هجيب نص ال13 اللي هي كام؟ 13 ستة يبقى ونص. 6 ونص يا مس. ب6 ونص. 6 ونص لو ضربتها في 10 هتديني ايه؟ هشيل العلامة دي اللي في النص هتبقى ايه؟ 65. يبقى 5 في 13 بكام؟ 65. 65. طب لو قلت لك 5 في أي رقم هجيب نص الرقم واضربه في 10.
طبعا معايا كسر، معايا عدد صحيح. يعني مثلا لو قلت 5 في 8، فنص ال8 4، صح؟ هي لو ضربت ب40. 4 في 10 ب40. لغاية هنا جدول الخمسة مفيهوش أي حاجة. طب لو القسمة، يعني لو أنا هقسم رقم على الخمسة، أنا قلت لكم الطريقة عشان أجي أضرب رقم في 5، هجيب نصه وأضربه في 10. ها، دي واحدة أجيب قلم. أنا قلت لو هضرب في الرقم، هجيب نصه وأضربه في إيه؟ 10. في 10. طب لو هقسم رقم على 5، حاضر، لما أكون موجود. هعمل إيه؟ بجيب نص الرقم. يا مس انا مش فاهمة يا مس. ثانية واحدة بس، هجيب قلم عشان أنا ما كنتش موجود. طب ثانية، أنا ممكن من غير ما أجيب قلم، ممكن أجيب هنا، أفتح بورد هنا على على التابلت. أنا بس مش لاقي قلم أكتب عليه غير الكشكول. طب هنا لو أنا هنا إيه، أنا لسه قايلة لكم إيه، 5. وفهمنا إن لما نجي نضرب بنجيب نص لسه قايلة الرقم. إن أنا لسه كاتبة نضرب إيه، 5 في 13. قلت همسك ال13 دي، جاب نصها اللي هي إيه، 6.5. 6.5. لما أضربها في 10 هتديني إيه، 65. طب لو العكس، عايزة أقول 65 على الخمسة، على هعمل إيه؟ هنجيب صر- يعني عكس بطريقة احنا عارفين. الخطوات اللي فاتت. عكس الخطوات اللي فاتت، يعني الخطوة الأولى إيه، بس آه، هعكس بقى. يعني إيه، مش هعمل الخطوة الأولى الأول. يعني أنا في الأول إيه، قسمت وبعد كده ضربت. لا، هنا هضرب، هقسم وبعدين هضرب. يعني هعمل إيه، هاخد ال65 دي هقسمها على إيه، على 10، مم. تطلع 6.5. 6.5 أضربها في 2، تطلع كام، 13. يبقى 65 على الخمسة هي 13. كده ادينا تاني نفس الرقم الأول. تاني تاني، ناخد رقم تاني. لو أنا قلت مثلا 17 على الخمسة. معلش يا مس، معلش يا مس انا مش فاهمة تاني. ما أنا بقول لك رقم تاني أهو بالراحة. أنا قلت ماشي. عشان أجيب جدول الخمسة هعمل إيه، هجيب نص الرقم آسفة، أنا هنا عايزة أجيب الأول الضرب. عايزة أخليها ضرب. 17 في 5. ماشي. أنا هنجيب هعمل نص إيه الرقم. أول حاجة، هجيب ال17 دي أقسمها على الاتنين، أجيب نصها. نص 17 كام، 17. يعني كده 10 و7، نصها 10. لا، نص ال7 3.5، ونص ال10 5، يبقوا كام؟ ده مم. لا مش بالراحة. 3. 5 و3.5. 8 5 زائد ونص. 3 8 8 ونص. ونص. 8 8 ونص. ونص أضربها في 10. لما بضرب أيوة. في 10، بص يا حور، علشان الموضوع النص ده ممكن يلخبطني شوية. موضوع النص بالنسبة لك ممكن يلخبطني شوية، لأن انت لسه هتاخدي ده لسه في السنة الجاية. يعني في السنة اللي احنا فيها دلوقتي هناخد في آخرها في الترم التاني أعتقد، في إن احنا نضرب في 10. نضرب يعني الأرقام دي فيها صح؟ العدد العشري ده، نضربه في 10 أو في 100، أو نقسم على 10 أو نضرب في 10. طيب أنا دلوقتي ملخبطة يا حور ومش عارفة، ولسه ما خدتش الحاجة دي، هعمل إيه؟ مش في هنا أنا قلت 8 ونص مم. معايا يا حور، قلت أيوة 8 أيوة. ونص.
ها انا عارفه ان انت فاهم عشان انت درست الحاجه دي السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، ايوه. السنه دي والسنه اللي فاتت. بس هي عشان لسه مش فاهماها، فانا عايزاها توصل لها. طب يا حور 8.5 صح؟ يعني ايوه. 8.5 من 10. ايوه صح. يا حور صح يا حور، ثواني بس عشان اشوف حور. يا حور افتح المايك. تمام يا سامعاني مس. يا حور؟ طيب قلت 8.5، عايزه اضربه في 10 ومش عارفه اعمل ايه. هشيل العلامه دي، هقول ايه؟ 85. طب صعب عليا، هعمل ايه؟ هجيب رقم قبلها زوجي. يعني مثلا 17، هجيب ايه الرقم اللي قبلها اللي هو 16 صح؟ صح. طيب 16 نص ال 16 ايه؟ اظن سهله. نص ال 16 ايه يا حور؟ يا حور نص ال 16 كام؟ قول انا ولا؟ قول انت. 8. 8 وازود عليه 5. مش انا كنت هقول، مش انا بجيب نص الرقم واضربه في 10؟ 8 في 10 ب80، هزود على 80 5 تبقى ايه؟ 85. نفس اللي احنا جبناه بالطريقه دي ولا لا؟ عندي طريقة. قول. الرقم اللي قدامنا لو كان مهما كان عدد العلامة، الرقم اللي قدامه اللي بيتضرب فيه لو فيه أصفار، العلامة العشرية تتشال بعدد الأصفار. بمعنى؟ مثلا 8.5 من 10. ها. الخمسة دي بيقولك 5 من 10. هي بتضرب ايوه في كام؟ في 10. هنشيل بقى العلامة العشرية لأن هنا في صفر. بالظبط بالظبط، بس هي عشان هي لسه ما خدتش الجزء من 10 والجزء من 100 صح يا حور؟ لسه مش عارفة عنه الكلام ده. صح يا حور؟ هي في لسه سنة ما درستهوش، هي لسه ما درستهوش. هي في سنة كام حور؟ هي في رابعة دلوقتي، الله يعني. فعشان كده في حاجات هي لسه هتاخدها السنة دي. طيب لو طريقة النص رقم مضروبيه في 10 ملخبطاك يا حور، خلينا زي ما احنا هنزود 5 كل ما احنا ماشيين. تمام يا حور؟ تمام. تمام. طيب الجزء اللي بعد كده بقى اللي انا كنت عايزة ان احنا نجيبه بايدينا. لو من 6، طبعا احنا عارفين ان انا لو قلت 3 في 4 هي 4 في 3 صح؟ عملية ايه؟ الإبدال. 3 في 4 هي 4 في 3 صح كده؟ يعني أنا لغاية جدول الستة، لغاية لما أقول 6 في 5 هي الخمسة في 6 صح؟ يبقى لغاية جدول الستة الموضوع ايه؟ لغاية جدول الستة لغاية 5 في 6 الموضوع سهل معايا. من جدول ايه؟ من الواحد لخمسة. احنا اتفقنا في الطريقة دي لازم نبقى عارفين كويس قوي ايه؟ من واحد الجداول من 1 ل5. طب من بعد كده لو قلت 6 في 6، عايزة أضرب 6 في 6 وعايزة أجيبها بسهولة، هعمل إيه؟ بصوا، الستة الأولى دي فاضل لها كام وتبقى 10؟ اه، عارف الطريقة دي برضه. اه، فاضل لها كام كده وتبقى 10؟ 4. 4. هطلع 4 على إيه هنا. الستة التانية، معلش، الستة التانية فاضل لها كام وتبقى 10؟ أنا 4. طلعت الأربعة، 4 كمان. تمام. طيب أنا طلعت 4 هنا وأربعة هنا، معلش ثانية واحدة. طلعت 4 هنا وأربعة هنا، أوكي. هضرب الأربعة اللي أنا مطلعوها في الأربعة. 4 في 4 بكام؟ 16. ب16. هحط الستة واخلي معايا الواحد. أنا بحط بس الأحاد. تمام. طيب أنا شايلة إيه؟ شايلة من هنا صباع ومن هنا صباع صح؟ عشان أطلع الأربعة. 1 زائد 1 كام؟ 2. 2. ومعايا واحد باقي من ال16 يبقوا كام؟ بيعلق. 1 زائد 1 2. ومعايا واحد باقي من ال16 يبقوا كام؟
2 زائد 1 3. 3، يبقى احط 3 في العشرات. يبقى 6 في 6 طلعت بكام؟ 36. 36. طيب انا دلوقتي لو عايزه اجيب 6 في 7، هي بصوا الرقم لما بيبقى يعني يعني لسه ارقام صغيره شويه، هي بتظهر اكبر في اللي بعد كده، يعني بتبقى اسهل في اللي بعد كده. طب 6 في 7 برضو هنحتاج ان احنا يتبقى معانا، بس برضو هي طريقه اسهل من التانية. الستة فاضل لها 4، هطلع 4 على ايدي. السبعة فاضل لها 3، هطلع 3 على ايدي التانية. اللي انا مطلعوهم هضربهم في بعض. 4 في 3 بكام؟ ب12. ب 12. هحط الاتنين في الآحاد، وهخلي الواحد بتاع العشرات معايا على جنب. انا هنا شايله من هنا منزله صباعين، ومن هنا صباع. 1 زائد 2 كام؟ 1 زائد 3. 2 كام؟ 3. ومعايا 1. 4. 4. يبقى احط 4 في الايه؟ في العشرات. يبقى 6 في 7 ب 42. طب 6 في 8، التمانية فاضل لها 2، هطلع 2. هطلع 2 على ايدي. يبقى التمانية فاضل لها 2، هطلع 2 على ايدي. الستة فاضل لها 4، هطلع 4 على ايدي. هضرب اللي انا مطلعوهم. 2 في 4 بكام؟ ب8. 8. هحط 8 في الأحاد. طيب انا قلت هنا ايه؟ هنا 4 اهو. هنا منزله انا صباع اهو. وهنا 3. 4 زائد 1 صباع زائد 3 كام؟ 4. 4. يبقى احط 4 في الايه؟ في العشرات. يبقى اللي انا مطلعاهم هضربهم، اللي انا منزلاهم هجمعهم. اللي انا مطلعاهم هضربهم واحطهم في الاحاد، اللي انا منزلاهم هجمعهم واحطهم في العشرات. طب فرضنا ان الرقمين اللي انا مطلعاهم طلعوا احاد وعشرات، هحط الاحاد بس في الاحاد، والعشرات هعمل ايه؟ العشرات بتاعتي هقوم جايه جمعاها على العشرات اللي انا هجمعها مع اللي انا منزلاهم، زي ما عملت في 36، وزي ما عملت في 42، وزي ما عملت في 48. طب اللي بعد لا، عملت 36 و 42. 48 ما احتجتش. طيب الستة في 9، التسعة فاضل لها 1، هطلع 1 على ايدي. الستة فاضل لها 4. 1 في 4 بكام؟ ب4. ب4. احط 4 في الأحاد. منزلة من هنا ايه؟ منزلة من هنا 4، 4 صوابع. ومنزلة من هنا 1. 4 زائد 1 5. 5. يبقوا كام؟ 6 في 9 بكام؟ ب54. ب54. سهلة ولا صعبة؟ سهل. طب اللي بعد كده تعالوا نشوف لو حاجة أكبر. مثلا 7. طبعا احنا خلاص لغاية السبعة في 6 فاحنا عرفناها. تمام. طيب السبعة في 8. 7 في 7، أسفة. خلينا نجيب السبعة في 7 الأول. السبعة الأولى فاضل لها 3، فطلع 3. السبعة التانية فاضل لها 3، فطلع 3. 3 في 3 بكام؟ ب9. 9. حط 9 في الأحاد. هنا فاضل 2، ننزليهم صباعين، وهنا صباعين. 2 زائد 2 4. 4. يبقى 7 في 7 بكام؟ 49. 49. بنفس الطريقة يا حور ممكن تقولي لي 7 في 8. او انا شغالة ايه؟ 7 في 8. خليك انت تقولي 7 في 9. لا اقول 7 ب8. 7 في 8. ايه؟ ماشي ماشي بس اوكي. ماشي، عشان احنا بس مع حور، عشان هي لسه بس تدرب على جدول الضرب. لا عادي، انا مستمتع، اول مرة ماشي. اعرف الطريقة دي. حلو. مبسوطة ان انت مستمتع. جدا. يلا يا حور قولي لي، الثمانية الأولى هيبقى فاضل لها كام؟ والسبعة هيبقى فاضل لها كام؟ ال8 هيكون فاضل لها 2. طلع والسبعة 2 على ايدك. والسبعة فاضل لها والسبعة فاضل لها والسبعة فاضل لها 3. هضرب 3 في طلع 2 هيساوي 5. 3 في 2. ها ها.
مش بنجمع، اللي مطلعهم بضربهم، اللي تحت اللي نزلتهم هم اللي بجمعهم. 3 3 في في 2 2 بكام؟ ب6. 6. بحط 6 فين؟ في الأحاد. ها. و منزلة من هنا 2 ومن هنا 3، من هنا 3. يبقى 2 زائد 3 كام؟ 2 زائد 3 5. يبقى هكتب في العشرات 5. الناتج هيطلع 56. 56. تمام. السبعة في 9 يا محمود. 7 في 9. التسعة فاضل لها 1 وتبقى 10. ماشي. 1 والسبعة فاضل لها 3 تبقى 10. 3 في 1 3. 3 في 3. الأحاد. تمام. 1 زائد 3 4. 4 4 في العشرات. لا، ما انت لا. اللي انا منزلاهم، انا منزله ايه؟ انت طلعت صباع ومنزله 4 في الايد الاولى، والايد التانية مطلع 3 صوابع ومنزل 2، يبقى 4 زائد 2 كام؟ 4 زائد 2 6. 6. ايه ده؟ وجدول التسعة ليه طريقة برضو سهلة قوي. ما انا جدول عارف التسعة الناتج. لغاية العشرة ليه طريقة سهلة قوي، لو تعرفوها طريقة الإيد. بحط إيدي كده، أنا مش عارفة يعني إيه، هحاول أقربها لكم كده شوية. أشيل ده عشان يبان أكتر. أهو. مثلا أنا هضرب بعد صوابع من هنا، ده 1، ده صباع رقم 1، ده 2، ده 3، ده 4، ده 5، ده صباع 6، ده 7، ده 8، ده 9، وده 10. بفرد إيدي كده. أنا هضرب 9 في 1. ماشي. هاجي عند الصباع الاولاني اهو، مش ده رقم 1؟ انا محدده معاكم ده رقم 1، الصباع ده رقم 1. هتنيه هنزله. اللي على يمينه في الآحاد واللي على شماله في العشرات. اللي على يمينه كام صباع؟ لقيت. اهو. اللي باقي من ايدي 9. صح. اللي باقي من مم. ايدي 9. صح. يبقى 9 في الآحاد. طب العشرات مفيش حاجة وراه، يبقى العشرات فيها صفر. يبقى 9 في 1 بكام؟ ب9. طبعا دي سهلة، مش محتاجة ان احنا نعمل صباعنا، بس ايه، عشان نبين الباقي. طيب 9 في 2، فين الصباع رقم 2 اهو؟ هنزله. اللي على اليمين في الآحاد واللي على الشمال في العشرات. اللي على اليمين كام صباع؟ 3 و5 يبقوا كام؟ 8. 8. يبقى 8 في الآحاد، وفي واحد ورا الاتنين، يبقوا كام؟ يبقى واحد في العشرات. يبقى 8 في الآحاد وواحد في العشرات. 9 في 2 بكام؟ ب18. طب 9 في 3، هنزل الصباع رقم 3. اللي على يمينه آحاد واللي على شماله عشرات. اللي على يمينه 2 و5 7. يبقى 7 في الآحاد. اللي على شماله 2، يبقى 2 في العشرات. 7 في الآحاد و2 في العشرات، يبقى رقم ايه؟ 7 آحاد و2 عشرات. 27. 27. طب 9 في 4، هنزل الصباع الرابع. على يمينها 6 وعلى شمالها 3. 6 في الآحاد و3 في العشرات، يبقوا كام؟ 6 آحاد 3 عشرات. ايه يا محمود، انت نمت؟ اه انا 36. حاسبها. 36. طيب عايزة أضرب في الخمسة. على يمينه أحاد على شماله عشرات. على يمينه 5 على شماله 4. 5 أحاد وأربعة عشرات، يبقوا كام؟ 45. يبقى 5. يبقى 9 في 5 ب45. طب عايزة أضرب في الستة. على يمينه أحاد وعلى شماله عشرات. على يمينه 4 أهو وعلى شماله 5. 4 أحاد و5 عشرات، يبقوا كام؟ 54. طب هضرب في السبعة. ها، على شماله أحاد وعلى يمينه إيه؟ على يمينه قصدي أحاد وعلى شماله عشرات. 3 على يمينه و6 على شماله. يبقى 3 في الآحاد و6 في العشرات، يبقوا كام؟ 60. 63. هضرب في التمانية. على يمينه أحاد 2 وعلى شماله 7. 72. 72. هضرب في التسعة. على يمينه 1 وعلى شماله إيه؟ 8. يبقى 9 في 9 بكام؟ 81. 81. طب هضرب في إيه؟ في 10. على يمينه مفيش حاجة، صفر، وعلى شماله 9. يبقى إيه؟
90. 90. 90. 9 في 10 ب90. مش محتاجين، بس انا بوريها لكم بالصوابع هتطلع برضو معايا. في مشكلة في جدول الضرب؟ لا. طيب احنا كنا قلنا ايه؟ لو انا انا عندي ايه؟ جداول مرجعية اللي هي ايه؟ اللي هي الواحد، الخمسة، العشر. تمام. او اي حاجة انا يعني ايه، مثلا انا عايزة اجيب مثلا 7 في 6. والله انا عارفة ال7 في 5 بكام، صح؟ عارفة ان ال7 في 5 ب35. اوكي. طيب يبقى ال7 في 6 ايه؟ هزود 7 عليه. انا بزود بايه؟ بالرقم اللي انا بضرب فيه. يبقى 35 زائد 7 تديني ايه؟ 42. يبقى 7 في 6 بكام؟ ب42. طب جالي مثلا، فرضنا ان جالي 9 في 8 وانا مش عارفة، بس انا عارفة ال8 في 10، صح؟ هجيب ال8 في 10. 8 في 10 ب80. وبعدين هطرح منها عددها اللي هي التمانية، ناقص 8 لأن أنا زودت هنا. 80 ناقص 8 كام؟ 72. امم تمام. بحيث إن أنا مقفش. طب أنا مثلا أنا حافظة 6 في 6، ماشي، وجالي 6 في 7 وأنا مش عارفة إيه أعملها. والله حلو أوي. هاجي أقول إيه؟ 6 في 6 ب36. طب 6 في 7 هزود على 36 دي إيه؟ 6. يبقوا كام؟ 42. يبقى أنا عندي حاجات مرجعية برجع لها، الجداول اللي أنا حافظاها. تمام. طب انا في حاجه حافظاها، يعني مثلا ممكن ابقى حافظه جدول ال7 قوي ومش عارفه جدول ال8. هعرف اجيب لغايه 7 مثلا في 8. حلو قوي. طب اللي بعد كده، لو جالي اي رقم مثلا هجيب مثلا 5 مثلا، او خليها 9 مثلا في 6، بس انا حافظه جدول ال7. هجيب جدول ال7، هجيب ال9 في 7 دي بكام، واطرح منها ايه؟ ال9. صح؟ ليه؟ لان انا جبت الايه؟ ال9 في 7، مش العكس. تمام يا شباب. في مشكلة في جدول الضرب؟ لا يا مس. تمام. في مشكلة معاك يا محمود في جدول الضرب؟ يا محمود. أمي. طيب احنا كنا واخدين القيمة والقيمة المكانية في الحصة اللي فاتت، صح؟ كنا واخدين القيمة والقيمة المكانية. في مشكلة فيها؟ عارف القيمة والقيمة المكانية يا محمود ولا لأ؟ هخرج ثانية، أصل الحاجة علقت وأدخل تاني في ثانية. ماشي، في انتظار. في مشكلة معاكي يا حور في القيمة المكانية قبل ما محمود يدخل؟ لا. تمام. يعني عارفين القيمة والقيمة المكانية لغاية المليون لغاية المليار، صح كده؟ صح. طيب حلو أوي. طيب عندنا مشكلة في الكسور. عارفين الكسور ولا لأ؟ الكسور العشرية، 1/5، لا. 2 على الكسور الاعتيادية. في الأسيادية. مشكلة في الكسور الاعتيادية بالنسبة لكم؟ طبعا أنا هبدأ فيها دلوقتي. أمم أوكي. بس بجيب انا ناسي الكسور يا مس. هشرحها دلوقتي أنا. الأول عايزة أسألكوا على حاجة. أنا دلوقتي لما بقول رقم 1، رقم 2،
رقم 3، رقم 4 مثلا، أو خليني أقول مثلا رسمت كده دايرة 2 3 4، وجبت دايرة كده وعملتها بالشكل ده كده، فطلعت لي 3 حتت بالشكل ده كده. آه... هم 4. خليني نرسمها بس بشكل حلو. بالشكل ده جيت أعدهم، جيت أبدأ أهو 1 2 3 4، أعد الأجزاء دي 1 2 3 4، هنا طلعوا 4 وهنا طلعوا 4 العدد بتاعهم. ايه الفرق بين الأربعة دول والأربعة دول؟ حد يقول لي ايه الفرق بينهم؟ شكل الترتيب. يعني ايه؟ قصدك ايه بشكل الترتيب؟ يعني ده شكل وده شكل، ده موجود على الشكل وده على شكل آخر. قصدك يعني إن دي ده دي دايرة ودي مش دايرة؟ ده شكل مم. ده شكل كامل، وده شكل، برافو، برافو، حلو. ده شكل وده جزء. الدوائر اللي انا رسمتها فوق دي حاجة كاملة، دي ارقام كاملة، اعداد بنسميها اعداد صحيحة. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هنا هعد مثلا ان هنا مثلا مكان الدايرة دي مثلا تفاح، تفاحتين، 3 تفاحات، 4. تمام. لكن هنا انا جبت تفاحة واحدة وقسمتها لأربع حتت، 4 أجزاء، فبقى هنا اه. عددهم 4 بس دول 4 أجزاء، لكن هنا وهنا عددهم 4 برضو بس دول أعداد صحيح. فرق كبير قوي بين الاتنين. هل أقدر أقارن التفاحة دي كده بالجزء ده بيها؟ أقدر أقارن بيها؟ أقدر أقول إن يعني التفاحة دي أصغر منها أو تساويها؟ لا، لا. لا، ما أقدرش. طب أنا دلوقتي لو أنا عندي مثلا تفاحة وجيت قسمتها لأربع حتت أو 4 أجزاء، تمام، وجيت قسمتها تاني، أو جيت حسيت إن الحسبة مش مظبوطة، فقمت مقسمها ل5 أجزاء. مين هنا الحتة تبقى أكبر؟ لما قسمتها ل5 أجزاء ولا لما قسمتها ل4 أجزاء؟ 4 أجزاء، يعني القطعة فيها 4 تبقى أجزاء القطع فيها تبقى أكبر. ليه؟ 4 200 خلينا 5. واحدة واحدة. أيوة، أنا مثلا هنا عندي بيتزا هنا وعندي بيتزا هنا، معايا يا حور؟ البيتزا الأولى قسمتها لحتتين، جزئين. البيتزا التانية جه محمود فقال لا يا جماعة أنا جيت، فقلنا لا خلاص احنا لازم نمسك البيتزا دي ونقسمها ل3 أجزاء، 3 4. فقسمت البيتزا ل3 أجزاء. هنا بقى جزء واحد من جزئين، هنا بقى نصيب الواحد جزء واحد من 3. 3. فلما 1 اجي على 3. لو نصيبنا هنا لما جه محمود، فاضطرينا نقسمها ل3 أجزاء، ونصيبي هنا لما كنت أنا وحور لوحدنا. امتى خدت الجزء الأكبر؟ لما كنت أنا وحور لوحدنا ولا لو كان محمود معانا؟ لما كنت انتي وحور لوحدكم. لما أنا وحور لوحدنا. طب لو جه مثلا يبنى وجت دخلت معانا وقالت انتوا عشان انا مش حاضرة النهاردة مش هتاخدوني معاكم، لا انا عايزة اكل معاكم، فاضطريت ان انا اقسم البيتزا ل4 أجزاء.